مؤخرا استرعى انتباهي زي ما كل حاجه بتتغير، حتى لغه الحوار بين الاثنين المرتبطين او المخطوبين او حتى حديثي الزواج من الشباب الصغير، اللغه بينهم اتغيرت. يعني مثلا لو خطيبك او الشخص اللي انت مرتبطه بيه او حتى زوجك بيثني عليكي، يقول لك الله الشياكه دي، الحلاوه دي، اللوك الجميل ده، تقولي له انت سويت توكر. سويت توكر يعني انت حلنجي، بتعرف تقول كلام حلو، تقول كلام معسول. مصطلح تاني اللي هو judgmental، لو انت قلت لها لا ما تروحيش، لا ما تلبسيش، لبسك مش عاجبني، تقول لك لا ما ينفعش الكلام ده، انت بقيت judgmental يعني بتصدر احكام وبقى ليك راي في اللي هي بتعمله واللي بتلبسه. مصطلح ثالث بقى عاجبني قوي برضو بقى يستخدموه الشباب، اللي هو لو انا وانت بنعمل تكستنج على الماسنجر او على الواتس وفجاه انت تختفي، بتريح شويه وتقوم، تنام شويه وتقوم وتكمل المراسلات بينكم، تقول لك ايه ده انت جوست، انت بتختفي وتظهر على مزاجك. لا، بنات الناس مش لعبه. حاجه رابعه بقى، لو انت بتحور عليها فانت شخص متلاعب، فانت manipulation يعني انت متلاعب، بتحور في الكلام. كمان لو حاجه انت عملتها زمان والحاجه دي اتكررت دلوقتي وانت كنت وعدتها ان ده مش هيحصل تاني واتكرر، كده هيبقى فيه trust issue ان هو ازمه ثقه بينك وبينها، وممكن ده يتسبب لها كمان في تراما. قولوا لي كم مصطلح من اللي انا قلتهم دول سمعتوهم؟